احنا شيخنا مشكلتنا مشكلة اجتماعية. اليوم الأسرة مهددة، الأسرة تفتتت، الجميع مشغولون يعني بأمور الدنيا. يعني لعله كنا في السابق كانت تجتمع الأسر تلتقي على المائدة، اليوم تدخل العائلة الكل مشغول بجهازه النقال، نادرا ما يلتقون. مشكلة كبيرة حقيقة. نسب الطلاق تزداد، الأب لا يمارس دوره، الابن مشغول مع صحبه ومع يعني الخروج ويرجع متأخرا. طالعوا يا جماعته، والله كره هاي الكلمة. هذه مشاكل حقيقة اجتماعية شيخ. احنا ننتظر كيف يتصدى المبلغ لهذا؟ المبلغ يبلغ، لكن العائلة ينبغي أن يصل إليها الأمر. أنك شو دائما يسألون رجال الدين سامح ما سويناه صارت واحد يسأل على مرتبه يصير الزواج منها. صح. معظم الأسئلة تأتي لحل مشكلة وقعت، لماذا لا يسألون عن تلافي مشكلة؟ البي خير. طبعا الناس مو ذلك الوقت اللي كان به الجهل المتفشي إلى أن يقرأ ويكتب. التليفون هو نفسه هذا السيء هو يجبرهم على القراءة والكتابة. فلماذا لا يسألون عن المشكلة قبل أن تقع؟ كيف؟ لأن ابنك لم يدخل إلى البيت الساعة 2 بعد منتصف الليل. لا تتوقع أن الأمور ستسلم. هو مو في كل مرة تقع على مشكلة كبرى، مرة واحدة ستقع على مشكلة كبرى وستهلكك. فأدخله إلى البيت، أنمه. البيت لدى الشعوب غير المثقفة مهجور. واحد مصري يقول سألت أجنبي ما هو مقياس التطور؟ قال لي الازدحام. هو باللهجة المصرية قال الزحمة. يقول قلت له كيف؟ قال لي الشعوب اللي عندها تطور النهار بالعمل وبالليل متعبة ونايمة. لاحظ أنت من ازدحامات هذه يعني أن الناس ما لديها عمل حقيقي. الحمد لله عندنا نفطات نبيع وناكل، بس هذا المقياس ينطبق على حتى على الشبيبة الصغار، لأنه الأب ما ربي. لماذا نقفز على هذه الحقيقة؟ نطالبه بأن يربي. لماذا هو ربي؟ هو أخضع لمفاهيم التربية. هو يحتاج تربية. أبسط الملامح الثقافية الدينية ما يعرفوها. أبسط حقوق الجار ما يعرفوها. أبسط القواعد الذوقية معظم الناس ما تعرف. هل الرجال مؤهلون لتربية أبنائهم إذا طلبنا منهم ذلك؟ هو أصلا ما يعرف. هذا إذا لم تكن الناس تتعلمه. فليقول هو طالب العلوم الدينية أثناء تبليغه ترى يا جماعة إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد هي مجالسنا. إذا فعلا ما لك بد، الآن كل واحد استقباله 6 و7 طولها. ثانيا ايش دعوة هالجلسات كما لم كنتم بدوا في مضارب شيخ القبيلة؟ اعتزلوا قليلا بأنفسكم.